ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده الزبادي كامل الدسم بطريقه ناجحه جدا ومن لبن مغشوش. طبعا كله بيقولك لازم تجيبي اللبن من حد واثقه فيه وحد مضمون والكلام ده عشان الزبادي ينجح معاكي. طيب اللي مش ضامن حد مثلا ولا ضامن لبان كويس او مش بيجيب من الفلاحين يعمل ايه؟ ما يعملش زبادي يعني؟ لا، هيعمل احلى زبادي وناجح زي ما انتوا شايفين كده، كريمي ومتماسك وناعم جدا وطعمه حلو قوي. وهقول لكم كل التفاصيل وكل المشاكل اللي ممكن تواجهكم وانتوا بتعملوها، كل حاجة من غير أصلا ما نستخدم مكنة الزبادي ولا نحطه في الفرن ولا أي حاجة. كمان هنعمل مع بعض الزبادي بالفراولة بطريقة ناجحة جدا زي اللي بنشتريه من بره بالظبط، ويمكن أحلى كمان لأن احنا هنعمله بيور طبيعي جدا مفهوش أي إضافات ولا هنحط آيس كريم ولا جيلي ولا أي حاجة خالص. أنا جبت كيلو لبن وفار منه شوية وأخدت منه كوباية صغيرة كده زي الكوبايات اللي كان شفتوها معايا كده في أول الفيديو. كمية اللبن اللي قدامكم دي يعني حوالي نص كيلو كده أو نص كيلو زيادة حاجة بسيطة. تمام. أنا غليته وحطيته في التلاجة وبعدين تاني يوم طلعته عشان أعمله زبادي. يعني مش شرط يكون اللبن بتاعك لسه ما اتغلاش وتغليه وتستني يوصل لدمع العين علشان تعمليه زبادي، لا عادي ممكن يكون مغلي اصلا وموجود عندك في التلاجة وتطلعيه تعمليه. انا عشان كنت حاطاه في التلاجة وهو ساقع فابتديت ان انا بقى ايه، انا عايزاه اللبن ده بتاعي مغشوش، فانا عايزة بقى اخليه يكون مركز اكتر ويكون لبن صافي. ازاي؟ حطيته على النار واول ما غلي معايا كان على نار عالية، اول ما غلي وطيت النار خالص عليه وبقيت اضربه كده بالمضرب السلك كده، اطلع منه اي بخار، يعني اي بخار موجود فيه اطلعه، بحيث ان لو في اي نسبة مية كده تتبخر معايا وتطلع. هقعد كده حوالي 10 ل15 دقيقة اضربه كده بالمضرب السلك. هتلاقوا حجم قل شوية، انتي كده يعني ماشية مظبوط تمام. هسيبه بقى على نار هادية كده وكل دقيقة كده ولا حاجة اروح اقلب فيه كده تقلبتين، بحيث انه كمان ما سيبهوش يفور. لما اجي اقلبه الفوران بتاعه هيقل وهيهبط ومش هيفور منك. انا عايزه الزبادي بتاعي يكون ليه وش قشطه كده ويكون كامل الدسم. انتي ممكن لو مش عايزاه كامل الدسم وعايزاه خفيف كده ما تعمليش الخطوه اللي هقولك عليها دلوقتي. طيب لو عايزاه كامل الدسم ويبقى عامل وش قشطه كده، انا كنت جايبه لبن قبل كده ومحوشه الوش بتاعه، اخدت منه كده معلقتين وابتديت ان انا اقلبهم كويس كده افككهم من بعض. وعندي علبه زبادي، علبه الزبادي دي كبيره فانا خدت منها معلقتين بس، وهضيف عليها معلقه صغيره ممسوحه سكر. طيب انا هحط السكر ده ليه؟ السكر ده هيساعد معايا الزبادي ان هو يتخمر اسرع، وكمان لما تيجوا تاكلوا الزبادي بعد كده هيكون التحلية بتاعته مظبوطة، مش هتحتاجوا تحطوا فيه سكر ولا اي حاجة. انا ليه قلتلكوا عايزة اللبن يكون دافي ما يبقاش دمع العين؟ لان احنا في شتاء وعقبال ما اضرب كل المكونات كده في بعض هيبتدي ان هو يسقع. يعني انا لو عاملاه دمع العين وبعدين حطيت عليه الزبادي والقشطة ساقعين كده هيبرد مني. لا انا عايزاه يبقى دافي كده شوية، بس برضو لما احط ايدي فيه اعد لحد 10 اكون مستحملة حرارته، لاني اول ما هنزل عليه بالقشطة والزبادي والسكر اللي انا عملتهم هما ساقعين، انا جايباهم من التلاجة فهيبرد مني. لا انا لما احطهم عليه وهو دافي، اول لما اجي بقى احطهم عليه ساقعين هيبقى زي دمع العين زي ما بقولك بقى كده. هضيفهم كده عليه وهبتدي ان انا اضربهم. عندك خلاط اعمليه في الخلاط، اعملي في الكبة بالهاند بلندر. لو مش عايزة تستخدمي كل ده ممكن بالمضرب السلك هتقلبي فيه شوية كده بحيث ان هو ايه، يدوب كده والقشطة اللي احنا حطيناها فيه تدوب وما يبقاش فيه اي تكتلات، عايزاه يبقى ناعم جدا معايا. هتحطيه بقى في كوبايات، هتحطيه في بولات براحتك، شوفي انت عايزة تحطيه في ايه واعمليه. هعمل معاكم كده 3 زبادي سادة 3 كوبايات، واخر كوبايتين هعملهم معاكم بالفراولة. لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك اي فيديو جديد بنزله وتشوفيه قبل اي حد. انا جبت حوالي كده 7 أو 8 حبات من الفراولة، غسلتهم وقطعتهم كويس وحطيت عليهم معلقة سكر كبيرة ورفعتهم على النار. اول ما يبتدوا يغلوا كده معايا والمية اللي فيهم تقل يبقوا مركزين كده شوية، ضربتهم بالهاند بلندر وبقت معايا شبه المربى كده. اخدت منها المعلقة وحطيتها على الزبادي وضربتها بالهاند بلندر عشان يندمج كويس قوي معايا.
طيب انتي لو مش عايزة تعملي خطوة الفراولة دي ممكن تجيبي اي مربى كده من السوبر ماركت وتحطيها في اللبن وتضربيها بالهاند بلندر، هتدوب معاكي وهتبقى ناجحة جدا. هرص الكوبايات بتاعتي كده في صينية ومش هنزل عليها بمية مغلية، لا المية المغلية هتخلي الزبادي يتماسك معايا من الحروف، ولكن من القلب بتاعه من جوه يعني من النص هيكون خفيف معايا ومش هيبقى كله في سوا واحد. فانا هفتح الحنفية كده على المية ما تبقاش دافية، لا عايزاها تبقى ايه يعني ازيد من الدافية بشوية، وهحط عليها معلقة خل علشان الصينية الألمونيا بتاعتي ما تزرقش، يعني مية سخنة بتزرق الألمونيا. مهم جدا ان احنا نغطي وش الزبادي، ولكن لو غطيتيه بستريتش المية اللي احنا حاطينها هتتبخر وهتطلع كده على الاستريتش من فوق، هتعمل قطرات كده من المية وهتنزل على الزبادي، هتخليه يبقى فيه مية نسبة مية معاكي، او هيعمل الشرش اللي بيكون موجود فيه ده. فلا احنا عايزين نغطيه بفوطة كده او بقماشة زي اللي انا جايباها دي، هغطي الوش بتاعه كده وهغطيه كله وهركنه على جنب زي ما شفتوا معايا كده. المية السخنة اللي انا حطاها دي لما تيجي تتبخر كده هتمتصها، يعني القماشة من فوق هتمتصها ومش هتنزل على الزبادي من تحت. انا ما دخلتوش الفرن ولا شغلت الفرن ولا اي حاجة، انا سبته على الرخامة كده زي ما انتوا شايفين، سبته من العصر لحد الساعة 11 بالليل. بصوا بقى متماسك معايا ازاي، ولكن لو جيت قلبته هيتقلب لان انا لازم ادخله التلاجة. يعني انا كده سبته وهغطيه بقى، يعني خلاص اشيله من القماشة دي، جبت صينية تانية كده وهغطيه بيها ودخلته التلاجة لتاني يوم. بعد ما طلعته بقى هو من التلاجة تاني يوم هوريكم بقى متماسك جدا معايا. بصوا شايفين وش القشطة كده بقى متماسك معايا ازاي، وطبقة القشطة بتاعته سميكة جدا. هقلب لكم الكوباية دلوقتي وهخبطها كده بايدي وهتبقى متماسكة جدا، سواء اللي بالفراولة او السادة. بصوا ما بتقعش، انا شقلبتهم كده، شقلبت الكوبايات دي كلها. كمان عايزه اقول لكم ان انا قعدت ربع ساعه عماله اصور لكم كده في فيديو، عملت لكم كل حاجه وعماله افرجكم على الزبادي من جوه وبره، وفي الاخر اكتشفت ان انا ما بصورش، يعني نسيت اشغل الفيديو. حتى هتلاقوا فيه كوبايتين كده انا واخده منهم، كنت عماله اوريكم واكل كده معاكم في الفيديو، وفي الاخر الفيديو ده طلع ما تصورش. بس هوريكم تاني، يعني الحمد لله ان احنا اكتشفنا الموضوع قبل ما الزبادي كله يخلص. بصوا الزبادي بالفراولة متماسك ازاي، قلبت لكم الكوباية اهي. بصوا هتقع من ايدي وعمال يتحرك واجيبه يمين وشمال كده الكوبايات، وما شاء الله يعني ولا بيقع ولا اي حاجة، ولا حتى اتحرك من مكانه شوية. جربوه هيعجبكم جدا. إيه، وانا كده اكون خلصت حلقة النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو استفدتوا ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم اي فيديو جديد بنزله وتشوفوه قبل اي حد. والسلام عليكم.